السلام عليكم ورحمة الله. كنت أنا عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه عن الدوري السعودي، وقلت إن الدوري السعودي هو الأقوى في المنطقة العربية، وإن الدوري السعودي هو واحد من أقوى الدوريات في العالم. ولكن الكلام ده يمكن ما عجبش بعض الناس وبعتولي، وإزاي يعني بتقول على الدوري السعودي ده إحنا اللي علمنا الدول العربية كورة وكلام من هذا القبيل يعني. طبعا ممكن يكون احنا علمنا، ولكن احنا اتأخرنا كتير قوي. يعني خلينا احنا بنتكلم في الوقت الحالي، احنا فين وهم فين. طبعا انا بتمنى ان الدوري المصري يكون افضل واقوى، لكن مش هو ده الحال. احنا زعلنا لما يعني او بعض الناس هاجموا وليد الفراج لما طلع واتكلم وقال الحقيقة. هو قال الحقيقة اللي زعلتك وقمصتك وجت على جرحك، وهي ليها اسباب كتير طبعا. لما طلع الشوالي واتكلم وقال لمح ان الدوري المصري مش دوري تنافسي، وان الدوري المغربي دوري تنافسي، زعلت. لا، دي ليها اسباب. عايز تعرف ليه الدوري السعودي اقوى من الدوري المصري؟ هقول لك ليه الدوري السعودي اقوى من الدوري المصري. الدوري السعودي دوري ما عندوش شركة استادات. ما عندوش شركة استادات اللي بتعمل فرع لنادي في الأقصر. تمام. ما عندوش شركة بتعمل له فرع في التجمع. الدوري السعودي ما عندوش الشركة المسؤولة عن التسويق بتدي النادي 3 مليار جنيه، وأقرب نادي بعديه 50 مليون جنيه. مفيش، ما تلاقيش. في السعودية مفيش الحاج عامر حسين بيفصل دوري كده على مقاس نادي واحد، وبسبب التأجيلات اللي بيعملها بينهي الدوري في نفس وقت بداية الدوريات في كل الدوريات المحترمة في العالم. مفيش. في السعودية مفيش إعلامي بيجرؤ إن هو يحول قناته للدفاع عن مصالح نادي معين، ويأجر استوديو تحكيمي يحلل فيه الحالات التحكيمية في مصلحة هذا النادي. مش موجودة. وطبعا اللي ما بيحللش زي ما هو عايز بيطلع بره القناة، بيطرد بره. مفيش الإعلامي اللي يقعد يلمح عن النادي ان النادي ده هو القوة الناعمة للدولة ويقعد يسخر البرنامج ليل نهار للدفاع عن. مفيش. في السعودية ازاي تخلي الاغلبية من الجمهور سطلانة، ونكلمهم بقى قد ايه عن اعظم نادي في الكون ومجرة ضرب التبانة، وان هو النادي اللي بينافس ريال مدريد. مفيش الكلام ده. مفيش في الدوري السعودي نادي بيختار انه يلعب على ملاعب معينة وملاعب لا. مفيش. دوري هناك دوري ماشي زي الساعة. بص على الجدول، مش تأجيلات. تلعب في بطولة كأس العالم للأندية، تلعب في كأس آسيا، تلعب زي ما تلعب. مفيش الكلام ده. مفيش هناك شركة تبع الدولة بتأجر ملعب لنادي وكمان بتديله 60 مليون جنيه رعاية فوقهم هدية فوق الاستاد اللي هم أجروه له يعني. مفيش الكلام ده. تلاقيش في السعودية مدير فني زي الكابتن حسام البدري يجرؤ انه
ما يلعبش في التوقف الدولي علشان خاطر يريح لعيبة نادي معين. يعني في الأجندة الدولية ما يلعبش عشان يريح لعيبة نادي معين، مش موجودة. الدوري السعودي قوته جايه من، على فكرة الكلام ده موجود من زمان، مش هنتكلم على السنة الأخيرة اللي السعودية جابت فيها أعظم دول العالم، لا، احنا بنتكلم يعني في آخر كذا سنة، في آخر كام سنة الدوري السعودي ماشي كده. قوته في العدالة بين الأندية، وعظمته في التنافسية لما سوى بين الأربع أندية الكبار. لكن احنا عندنا عايزين نادي يكسب هو 43 44 دوري، مش عارف يعني، ما بنعدش. فبالتالي بنفتح له الخزائن على البحري ياخد منها اللي هو عايز وكده، وباقي الأندية ما بتعرفش تسدد أساسا رسوم قيد لاعبتها. وطبعا الحجج موجودة، ده لأنه نادي ناجح. طب ازاي هتخلق بيئة تنافسية؟ ما فيش بيئة تنافسية. انت بتوفر له ده كله وبعد كده مش عايزه ينجح؟ يعني بتوفر له ده كله، يعني الدولة كلها بتخدم عليه ومش عايزه ينجح؟ طب ما هو لازم ينجح، يعني ده طبيعي. ده لو ما نجحش يبقى هو في حاجة غلط. فبالتالي من هنا الدوري السعودي سبقنا، الدوري السعودي بقى في حتة تانية، هي دي الحتة التانية بجد يعني. وبالتالي العالم كله بيحترمه. فيا ريت اللي يسمع او يشوف الفيديو ما يزعلش، هو ده الواقع. احنا دلوقتي علشان خاطر نحل اي مشكلة بداية حلها من الاعتراف بان في مشكلة.